كان هناك شاب يدعى علي وفتاة تدعى ليلى، عاشا في قرية صغيرة حيث عرف الجميع قصة حبهما. كانت ليلى لعلي كل شيء، كان يراها كزهرة حياته، وكانت هي تجد فيه الأمان والسعادة. مع مرور الوقت اضطر علي للسفر إلى مدينة بعيدة بحثا عن عمل ليؤمن لهما حياة كريمة. وعد ليلى أنه سيعود قريبا وأنه لن ينسى أبدا حبها. كانت ليلى تنتظر رسائله بلهفة، وكلما وصلتها رسالة منه كانت تزداد حبا له. ولكن الوقت مر، والشهور تحولت إلى سنوات، وأصبح من الصعب على علي العودة. كان يقضي كل يوم يفكر فيها، ولكن الحياة كانت تضغط عليه بمسؤولياتها ومتطلباتها. ومع كل يوم كان عليا يغرق أكثر في أعماله، حتى بدأ صوته يخفت في رسائل ليلى، وبدأت رسائله تتناقص حتى توقفت تماما. كانت ليلى في البداية مملوءة بالأمل، تنتظر كل يوم بفرح رؤية اسمه على رسالة جديدة. ولكن مع مرور الوقت تحول الأمل إلى حزن، ثم إلى يأس. كانت تسأل نفسها كل ليلة: هل نسي علي حبه لي؟ مرت سنوات طويلة، وفي يوم من الأيام عاد علي إلى قريته. كان قلبه مليئا بالشوق والندم، أراد أن يرى ليلى ليخبرها أنه لم ينساها أبدا، وأنه رغم كل شيء كان حبها لا يزال مشتعلا في قلبه. لكنه عندما وصل إلى منزلها وجد أن ليلى قد فارقت الحياة منذ شهور قليلة. قيل له إنها كانت تنتظر عودته حتى آخر يوم، لكنها ماتت بحزنها. وقف علي أمام قبرها ودموعه تنهمر، وهو يتمتم بكلمات الحب التي لم يتمكن من قولها لها. فهم علي في تلك اللحظة أن الحب ليس وعدا يترك للزمن، بل هو شعلة يجب الحفاظ عليها، وأن تأجيل التعبير عنه قد يفقد الإنسان أغلى ما يملك.